المحققين الكبار فعمل اختراع في التصميم وسماه ناريتيف ديزاين فيوجن. معانا النهارده عمرو حلمي. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي. لو قلت لك عمرو حلمي اول ما بتسمع الاسم ده دلوقتي، ايه اول 3 حاجات جم في بالك يشرحوا عمرو حلمي؟ رقم 1. هتستغرب قوي اللي جه على بالي مفترق طرق. ما مفترق الطرق ده بقى هو اللي بيجيب لك ال3 اتجاهات. يعني انا مفترق طرق بين ال السكريبت اللي انا مكتوب لي ان انا اعمله، هو ان انا ابقى مصمم مولود معايا موهبة، مسلح بان انا برسم وبتخيل وبكتب يعني ده 1. 2. التاني ان انا صاحب مسؤولية مجموعة من الناس، مرتبط بيهم وبعمل ورزقهم ورزقي مرتبطين ببعض، فانا رب اسرة كبيرة صناعية. ده الكيان اللي انت بنيته. الكيان اللي اوكي. بنيته. رقم 3. رقم 3 الأسرة اللي بتاعتي اللي فيها مواهب وزي ان انا يعني علاقتي بيهم ان هم يكملوا المشوار، البيرسونال سايد. نقدر نقول عمرو حلمي 3. الجيرني، الرحلة بتاعته، الرحلة الفنية والمهنية. تاني حاجة المبنى اللي هو بناه، الحلم بتاعه، الكيان. تالت حاجة الأسرة. ودول أكتر بالانس أو أكتر عناصر متوازنة بتبني شخصية ناجحة نجاح غير عادي زيك. ده رأيك بقى؟ ما لا ده أنا ترجمت اللي أنت قلته. حلو حلو. طيب عمرو حلمي، إيه أكبر غلطة غلطها في حياتك المهنية واللي بسببها حصل علام كبير قوي من وراها؟ وايه هو كان العلام؟ اول حاجه ايه كانت الغلطه؟ اكبر غلطات بقى، انت بتتكلم على غلطات بس يعني اكبر غلطة، اكبر غلطة متكررة، ان في حائط بيني وبين العالمية بيتم دايما بان انا بحط رجلي بره وبعدين ارجع ادخلها جوه تاني، ما بكملش. يعني كل مرة طوكيو، كندا، سويسرا، اول نجاح ليا كان في سويسرا. دي الغلطه دي لغايه دلوقتي ولا خلاص؟ متكررة دائما، وده اللي انا اتمنى ان ولادي بقى هم يصلحوا، يعملوا كوركشن الغلطة دي. ايه كان العلام منها، اكبر علام منها حصل؟ ان العالمية عاوزة شيء هيأثر بالعنصر الثالث في حياتي اللي هي الأسرة. فأنا عندي اختيار مصيري ما بين وجودي وأحارب جوه مصر أو أحارب بره مصر. ده حارب بره مصر ده اختيار عائلي، مش اختيار بقى كارير. يعني هنا دخلت فيه المفترق، وعشان كده كلمة مفترق طرق دي كلمة دقيقة جدا، لأنه قد يتعارض ال3 مع بعض. انا كخالد عندي مشكله في واحده منهم اللي هي الاسره. انا وصلت للعالميه، حققت العالميه فجيت على الاسره ما عنديش. فعشان كده انا كنت معجب قوي وشايف ان دي فيها غلطه، فيها علام. بس تمنها حلو انك انت حافظت على الاسره، وده البالانس الصعب اللي مش كل الناجحين بيعرفوا يعملوه. فلا تمام. على المستوى الشخصي، ايه الغلطه اللي حصلت لك خليتك توصل بعدها لسلام نفسي مع نفسك؟ ما وصلتش. انا على طول قلقان، على طول مش مبسوط بالنتيجة، وعلى طول عاوز اكسر
الواقع اللي انا عاوزه، اللي انا عملته، وانه I'm not good enough, must be better. الشخصيات الفنية اللي هي مولودة عشان تأدي رسالة فنية في الحياة دايما بيبقى عندها نوع من الراديكالية. يعني لما يخش في حاجة بيعملها بعمق شديد جدا، لما بيزعل زعل شديد جدا، لما بيحب حب شديد جدا، حرف في كل لما بيتدين بشدة جامدة ولا آخره. وفي الرولر كوستر الرولر كوستر في تاريخ الإنسان اللي بالشخصية دي بيحصل ان في النهايه الرولر كوستر ده لازم يقف، لانه منهك جدا. بيبقى طالع نازل وداخل وبتاع، وكل شويه تحديات عاوز اخش في حته تانية. ف هما بيقولوا only the paranoid survive. ف Yes, I agree. I totally agree. طيب امتى وانت صغير، هنرجع كده بقى وانت صغير خالص، حسيت ان عندك او بدايات الحاجة اللي طلعت وانت صغير وتحولت لعمرو حلمي ما هو عليه الآن؟ فاكر وانت صغير في حاجة طلعت كده كنت بتحبها، رحت لها بشكل طفولي قوي؟ هو اول حاجه يعني لفتت نظري ونظر اللي حواليا للموهبة كانت غطا علبة لافاشكري. انا كنت عندي يمكن 9 سنين او حاجة، معرفش بقى لافاشكري ولا جبنة نستو ولا ايه، مش فاكر. هنسميها جبنة علبة بالجبنة مثلثات. خدت العلبة ورسمت عليها رسمة بالقلم. العلبة الرسمة كانت مفاجأة ليا وللي حواليا، ان انا ازاي قدرت احول من غطا علبة، ظهر غطا علبة، لحاجة تستحق انك انت ما ترميهاش. فاكر رسمت ايه؟ مش فاكر. فاكر انها حاجة كانت فيها بونتيه، كان الرسمة بالمدرسة التنقيطية. فطبعا مدرسة تنقيطية وانا عندي 9 سنين دي كان حاجة برضو شاذة جدا، لانه دي امبريشنزم، وانا ما عرفتش عن الامبريشنزم المدرسة التأثيرية الا يعني مثلا وانا عندي 14 سنة. يعني انما ان انا اعمل كده دي اول مرة انا اتفاجئ من نفسي فيها. كانوا بياخدوا رسوماتي ويودوها مسابقات في اليابان عشان في المدرسة من صغري، يعني من ابتدائي كانوا بياخدوني في مسابقات في اليابان. يعني هي ابتدت بغطا الجبنة المثلثات. بغطا الجبنة المثلثات. انما التأكيد على احترافية او يعني على ان انا طول عمري في دراستي كنت ان افريج بيرسون، مش بتاع مذاكرة، بتاع قرايه جامد جدا بس مش بتاع مذاكره. اليوم اللي دخلت فيه اول يوم في الكليه ودخلت فيه المرسم اول يوم. قبل ما نوصل اليوم ده عايز ارجع معاك في حاجه. بعد غطا الجبنه تمام لغايه ما وصلت للكليه، لو قلنا تطوره كده معاك في المدرسه، كان انت بتقولي كانوا بيودوا رسوماتك بره وكده، هل انت فضلت مستمر في الرسم؟ فضلت مستمر. دي طاقة. أول حاجة المناخ اللي أنا اتربيت فيه كان مناخ غريب جدا جدا جدا. أبويا كان مسؤول عن شركة إسمنت، وكانت الشركة دي في حتة ريفية اسمها كفر العلو في حلوان، مدخل حلوان بعد ركن فاروق. والمنطقة دي كانت ريف، لا عندي بقى حد ألعب معاه ولا أطفال أكلمهم ولا بس قدامي النيل مباشرة، وقدامي شجر وقدامي جماليات بس لوحدي، فلازم أتعامل مع نفسي يعني. فابتديت
اعمل خيال افتراضي من عالم اخر. امتى فهمت انك لازم تغلط؟ ويعني انت سمحت لنفسك انك لازم تغلط؟ هو الغلط ده جزء من البروسيس بتاعي، لازم، عشان انا كل حاجه بعملها ملهاش سابقه، فما عنديش اي نوع من الريفرنس، لان ببني على حاجه غير مسبوقه، فتوقعات ان انا اعك عاليه جدا. يعني ولكن شغلي كله ازاي اطلع من العك حاجه بيرفكت. يعني انت بتقول ان النجاح بيجي من الغلط اساسا، بيتولد من الغلط. فور شور. انت عارف ان معظم الشباب اللي بيبتدوا في حاجه بينجحوا فيها، اول ما بيغلطوا بيعطلوا، بيوقفوا، بيقول لك انا كده خلاص فشلت كده. النهارده بتقول معنى قوي جدا، ان النجاح ده لازم يتولد من تجارب خاطئه. زي الكوره، انت ما تقدرش تتخيل انك انت في ماتش هتطلع هجمه وتشوت شوطه واحده ويجي منها الجول. فالنجاح بيجي عن طريق نظرية المحاولات، بتعمل 10 شوطات 2 منهم بيجوا في الجون. فانت لو انت بقى باني الموضوع ده على انك انت بتكون الهجمات دي والاتمتس دي، هتبص تلاقي نفسك بالنظرية البروبابيلتي ثيري لازم هتجيب جول. ايه الغلطه اللي غيرت حياه عمرو حلمي؟ الغلطة اللي غيرت حياتي كانت المطبخ النوبي. مطبخ النوبي جالي واحد صديق عزيز عليا قوي، بقى صديقي يعني، بس هو كان جاي ككلاينت، هو مراته سويسريه. وبعدين جم قالوا لي عاوزين نعمل مطبخ، قلت لهم انا عندي فكره كده نفسي اعملها، عاوز اعمل مطبخ نوبي. وهو بيتهم كان عامله حسن فتحي، فالبيت الهمني انه لازم المطبخ يبقى نوبي. ف لما عملته مش في بيتهم اللي في المطبخ النوبي،